طيب اخر حاجه يا جماعه احنا وقفنا عندها ان احنا كنا شغالين على حاجه اسمها انفينوت في السي اس اس. تمام. انفينوت في السي اس اس وصل بينا ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده، نقدر نعمل ايمج زي دي كده وجنبها تكست وصغار وتحتيه صغار طبعا. مساء الفل يا باشمهندس. مساء الفل يا باشمهندس. عامل ايه؟ طيب، ووصلنا يا جماعه ان احنا جينا كان انكلود ان احنا عملنا اربعة ايمج زي بعض كده او اربعة برودكت جنب بعض كده بالشكل ده. وطبعا فيهم بقى زرار شو ديتيلز وحطينا السعر والتايتل بتاع المنتج والكلام الجميل ده كله. طيب احنا النهارده يا جماعه هنتكلم في حاجه مهمه جدا، هنتكلم في اكتر من حاجه مهمه. هنتكلم في حاجه اسمها البوزيشن، وحاجه اسمها الترانسفورم، وحاجه اسمها الانيميشن في السي اس اس. طيب تعالوا كده سريعا احنا هنفتح طبعا المشروع بتاعنا. انا كنت حطيته فين يا سيدي؟ ثانية واحدة لان انا خدته هنا كده كوبي بيست، مش فاكر. ثانية واحدة. دلوقتي يا شباب انا هاجي هكريت صفحة جديدة. طبعا يا جماعة المشروع بتاعنا اللي احنا اشتغلنا عليه اخر مرة كنا مع بعض. هاجي هنا بكل بساطة انا هاجي هكريت فايل جديد وهسميه مثلا وليكن انيميشن دوت html بالشكل ده كده. وطبعا هاجي زي ما احنا عارفين ان انا عندي structure احنا ماشيين عليه بتاع ال HTML. هسمي مثلا هنا التايتل برضو هنا انيميشن بالشكل ده كده. وهبدأ اجي هعمل فايل سي اس اس جديد خالص. انا هعمل فايل سي اس اس جديد واسميه مثلا انيميشن دوت سي اس اس. تمام. طيب هاجي هنا هكريت فايل اسمه انيميشن دوت سي اس اس بحيث ان انا هشرح كل حاجه بقى في صفحه كده بيضاء، وان شاء الله هنطبق عملي على المشروع بتاعنا. هاجي هنا اقول له كوبي باس، وهاخد الصفحه بتاعتي افتحها هنا بالشكل ده كده. طبعا صفحه بيضاء ما فيهاش اي حاجه، التايتل بتاعي انيميشن زي ما احنا ما شايفين. طيب احنا دلوقتي يا باشمهندس عايزين اول حاجه نشرحها ونتكلم عنها حاجه اسمها بوزيشن. طيب قبل ما اعمل اي حاجه انا بس هربط صفحه الانيميشن دوت سي اس اس بالانيميشن دوت اتش تي ام ال. تمام. طيب هاجي اربط الصفحه بتاعتي، هقول له هنا ان اللينك بتاعي هنا ريليشن ستايل شيت زي ما احنا ما شايفين. وبعد كده اقول له خش جوه السي اس اس هتلاقي فايل اسمه انيميشن دوت سي اس اس. انا عاوز اربط الصفحه بتاعت ال HTML بيه. طبعا هاجي عشان بس اتست الدنيا الاول قبل اي كلام هقول له H1 هلو. تمام. وهاجي هنا هقول له ان H1 ده انا عاوز الكالر بتاعي هيكون، الكالر بتاعي هيكون ريد بالشكل الجميل ده. تمام. طيب تعال نسيف وتعالوا هنا نعمل ريلود. تمام. هتلاقي طبعا عندي كلمة هنلو اهيت باللون الاحمر زي ما احنا ما شايفين كده. يبقى انا تميت الربط بشكل سليم ومفيش عندي اي مشاكل. طيب تعالوا بقى نبدأ نشتغل على موضوع البوزيشن. انا يا باشمهندس دلوقتي عندي ديف بالشكل ده. الديف ده هديله مثلا كلاس تيست. تمام. طيب وتعال نديله خواص. هقول له هنا طبعا اول حاجه وقبل اي شيء هقول له علامه الارستيك او علامه النجمه. تمام. من شيفت رقم 8 من الكيبورد. وابتدي اقول له هنا ان المارجن بتاعي هيكون بزيرو. تمام. والبادنج هيكون بزيرو علشان طبعا يا جماعه زي ما اتعلمنا وزي ما شرحنا وزي ما فهمنا ان ما يكونش فيه اي عندي ايه، اي مارجن او اي بادنج لاي اليمنت عندي. تمام. واتحكم انا في كل البيكسلز الموجوده في الويب سايت. طيب بعد كده يا باشمهندس انا هاجي هنا هقول والله انا عندي دوت تيست. انا هديلها بس ويتس سي مثلا 250 بكسل، هايت 250 بكسل. تمام. طبعا وهاجي هديلها باك جراوند، هاجي اديلها باك جراوند كلر ريد. تمام. بالشكل ده كده بس نزوم شويه بس عشان الناس تشوف. تمام. طيب تعال نسيف وتعالوا هنا نقول له رينود عشان بس ايه الدنيا تكون واضحه قدامنا. طيب انا عندي هنا يا شباب اهوت انا عندي ديف
تمام، ويدث وهايت 250 بكسل، وباك جراوند ريد ما فيهوش فيه اي مشكله. طيب جيت انا يا باشمهندس حبيت اضيف حاجه اسمها بوزيشن. طب ايه البوزيشن ده يا باشمهندس؟ البوزيشن ده يا جماعه منه 3 انواع. البوزيشن منه 3 انواع. اول نوع عندي نوع اسمه ابسوليوت، تاني نوع عندي نوع اسمه ريلاتيف، تالت نوع عندي اسمه فيكسد. طب تعالوا نشوف بقى الفرق ما بين التلاتة ونستخدم التلاتة في ايه والكلام الجميل ده كله. انا هاجي اقوم هنا بوزيشن ابسوليوت بالشكل ده. طيب تعال نقوم كده ريمود، طبعا مفيش اي حاجه حصلت تماما. طيب انا عايز اقول لك ان مع البوزيشن انت بتستخدم الاربع اتجاهات بتوعك اللي هم التوب والرايت والليفت والبوتوم. مش شرط ان انت بقى تيجي هنا ساعتها تكتب مارجن ليفت مارجن توب، لا مفيش كلام من ده مع البوزيشن. البوزيشن عايز تستخدمه انا ممكن اكتب مثلا رايت، تمام، قلت له رايت بصفر. طب تعال نشوف كده يا باشمهندس لما اقول له رايت بصفر كده ايه اللي هيحصل. باشمهندس ايه اللي حصل هنا؟ جاب لي الاليمنت بتاعي بصفر من ناحيه الرايت، تمام. طب ما تيجي مثلا يا باشمهندس اقول له هنا توب مثلا 10 بكسل، ايه اللي هيحصل؟ هياخد من الرايت صفر، لكن من التوب يا جماعه زي ما احنا ما شايفين اهوت 10 بكسل. طب خلينا اقول له مثلا من الرايت هنا مثلا 200 بكسل اهو، هياخد من الرايت، هيجي الاول عند الرايت، ركز عشان تفهم البوزيشن. هيجي الاول عند الرايت، وقبل الرايت ب 200 بكسل هيقف. بص اهو، هو الباي ديفولت بتاعه يا جماعه من الشمال اصلا، بس لما انا اقول له رايت 200 بكسل هيجي يروح عند الرايت، وقبل الرايت ب 200 بكسل هيقف، تمام. قلت له التوب 10 بكسل، هيطلع عند التوب هيروح عند التوب، وقبل التوب ب 10 بكسل هيقف، تمام. طب انا يا باشمهندس مش عايز توب، انا عايز بوتوم. بالشكل ده كده ايه اللي هيحصل؟ هيروح عند البوتوم، وقبل البوتوم ب 10 بكسل هيقف، شايفين؟ طب لو قلت له انا عاوز البوتوم بتاعي بصفر، هينزل تحت خالص اهو زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده. طيب يبقى انا هنا كده يا جماعه قدرت افهم يعني ايه بوزيشن ابسوليوت. طب باشمهندس معلش فهمني اكتر. بوزيشن ابسوليوت يا جماعه معنى ابسوليوت يعني المطلق. من الاخر كده انت خليت الاليمنت ده في الوضع المطلق، تقدر تحركه في اي اتجاه باي بيكسلز انت عايزه، تمام. ده كده يا باشمهندس الايه، ده كده يا باشمهندس الابسوليوت. طب تعال نخلي مثلا نقول له مثلا هنا الليفت هيكون 200 بكسل، تمام، والتوب هيكون مثلا برضه 200 بكسل. وتعال نشوف كده ايه اللي هيحصل اهو. ادي يا جماعه زي ما احنا شايفين، قبل التوب ب 200 بكسل وقف، وقبل الليفت ب 200 بكسل وقف. طيب كلام جميل قوي. تعالوا بقى هنا، انا عاوز يا باشمهندس اعمل ايه؟ هعمل حاجه حلوه قوي. انا عاوز احط، خلينا نعمل حاجه بس كويسه. احنا هنشيل بوزيشن ابسوليوت من التست، تمام، وهنيجي هنا جوه التست هقول له انا عاوز اعمل ايه في التست ده. هعمل ديف تاني هسميه، هديله كلاس واسميه تيست 2. حلو الكلام. طبعا يا جماعه كل حاجه رجعت لاصلها اهي، مفيش اي مشاكل في الكلام ده. انا اقدر اجي هنا بكل بساطه في التست اقول له والله انا عاوز اعمل ايه يا جماعه؟ مارجن 200 بكسل بالشكل الجميل ده اهو، تمام. ده يا جماعه مارجن عادي جدا، ما هواش بوزيشن، ده مارجن ما هواش بوزيشن. طيب تعالى هنا بقى اقول له دوت تيست 2 او دوت تيست، الدوت تيست 2 اللي جواك. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش عن النستنج، عن النستنج لسه هنتكلم عنها ان شاء الله في محاضرات قدام. طيب انا اقول له هنا الدوت تيست، الدوت تيست 2 اللي جواك، انا اقول له ايه؟ ويتس مثلا، خلينا ناخد مثلا ده كده كوبي بيست، لكن طبعا انا هخلي الويتس ده مثلا 100 بكسل، وهخلي الهايت ده 100 بكسل، تمام، وهخلي الباك جراوند مثلا اللون ده كمثال يعني، تمام. تعال نسيف، وتعال يا باشمهندس ايه نعمل ريلود. طبعا لو انا جيت بصيت لقيت في جوه هنا يا جماعه ديف اسمه تيست 2 اتحط جوه الديف اللي اسمه تيست، مفيش مشاكل في الكلام ده. طيب خليني انا اجي هنا يا باشمهندس واقول له بوزيشن ابسوليوت، تمام، وجيت قلت له هنا يا باشمهندس التوب بصفر، التوب بصفر. طبعا دلوقتي يا باشمهندس لو انت قاعد ومركز معايا هتقول لي يا باشمهندس التوب بصفر ده، طب ما هو التوب بصفر اهو. هقول لك صح، انت صح، ده التوب الصفر، لان يا جماعه التوب صفر هنا معناها التوب بتاع الايه؟ بتاع الاليمنت اللي هو اللي انت جواه، صح ولا لا؟
لما اقول له رايت بصفر يبقى الرايت بصفر بتاع الاليمنت اللي انت جواه. طب تعالى كده نعمل كده يا باشمهندس ريموت. هنا ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا متفقين يا شباب ان البوزيشن ابسوليوت ده وضعيه مطلقه، وضعيه مطلقه بتقدر تقدر تحركها في اي حته انت عايزها في الصفحه. طب باشمهندس انت معنى كلامك لو انا جيت قلت له ان الرايت بصفر، ان الرايت بصفر هيروح لاخر الصفحه خالص من ناحيه الرايت، وملهوش دعوه بالاب اللي جواه. ليه يا باشمهندس؟ لانك انت اديته الوضعيه المطلقه ان هو يتحكم او ان هو يروح في اي حته. طيب انا يا باشمهندس عاوز اخليه يروح في اي حته زي ما انت بتقول، لكن يكون جوه الاب بتاعه، ما يخرجش بره الاب بتاعه. اذا فانا لازم اجي عند الاب هنا يا جماعه واقول له بوزيشن ايه يا شباب؟ بوزيشن ريلاتيف. هقول له ايه يا جماعه؟ بوزيشن ريلاتيف. طيب كلام جميل جدا. طب باشمهندس لما اقول له بوزيشن ريلاتيف ايه اللي هيحصل؟ عارف لما انا هديك مثال قبل ما اعمل ريموت، عارف لما تيجي مثلا تخش مثلا اوضه مفتوحه، فيجي مثلا الحاج الوالد يقول لك ايه، انا عاوزك تتحرك في اي حته انت عايزها. طبعا هتقعد تتحرك هنا وهنا وفي نفس الوقت باب الاوضه مفتوح، فانت هتخرج تروح في اي حته. اما لو هو قفل الاوضه وقال لك اتحرك في اي حته انت عايزها، ايه اللي هيحصل؟ هتتحرك في اي حته انت عايزها، لكن ايه يا جماعه؟ جوه الاوضه، مش هتخرج براها. فبوزيشن ريلاتيف بقول للاب ده اهو اسمح للي جواك اذا كان هو واخد بوزيشن ابسوليوت يتحرك في اي حته هو عاوزها، لكن جواك ما تفتحلوش الباب عشان ما يخرجش بره. شايف ايه اللي حصل هنا يا جماعه؟ خد التوب زيرو وخد الرايت زيرو بتاع الاب اللي جواه. تمام. طب لو انا جيت قلت له مثلا هنا انا عاوز الرايت مثلا 20 بكسل وعاوز التوب 20 بكسل، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ خلاص هو هياخد التوب لغايه 20 بكسل منين؟ من الاب اللي جواه، مش هيخرج بره الكلام ده كله. طيب باشمهندس هي دي هتفيدني في ايه؟ دي هتفيدني في ايه؟ دي هتفيدك في حاجات مهمه قوي 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 هنعرفها دلوقتي. انا دايما هشرح معاك مثال عملي عشان لازم تكون انت فاهم اصلا ان ده بيستخدم في ايه. طيب جيت انا يا باشمهندس اتكلمت معاك عن النوع الثالث وهو البوزيشن فيكسد. تعال يا باشمهندس هنا قول له مثلا هنا ايه، انا هاجي بكل بساطه هبتدي اقول له والله انا عندي بوتون. تمام. وبما ان احنا بقى واخدين يا جماعه خدنا الفونت اوسم، تمام، فانا هاجي اقول له هنا خش على السي اس اس هتلاقي فايل اسمه all.css انا عايزه. طبعا يا جماعه احنا ما شرحنا الفونت اوسم، تمام، لكن احنا برضو ويمكن بعت لكم فيديو ازاي تحمل وتسطب وتشغل فونت اوسم، بس احنا ما شفناهاش لايف كده مع بعض، فيلا نشوفها لايف مع بعض. انا اول حاجه هعملها بخش على الفونت اوسم. تمام. ده الفونت اوسم يا جماعه. انا ممكن اجي اقول له هنا ستارت فور فري. حلو الكلام. طب اول ما اقول له يا باشمهندس ستارت فور فري باجي هنا اقول له ايه؟ داونلود. هيتعمل لي داونلود معايا بملف مضغوط، واحنا عرفنا في المحاضره اللي فاتت ازاي نفك ضغط الملف ده وايه اللي احنا عايزينه وناخده عشان نشغل فونت اوسم. من اهمها فايل الاول دوت سي اس اس اللي في فايل السي اس اس، وفي سوري اللي في فولدر السي اس اس، وفي فولدر اسمه ويب فونتس ده لازما بيتاخد كوبي بيست هنا يا جماعه معاك في من ضمن الفولدرات بتاعه المشروع بتاعك. حلو قوي الكلام ده. طيب انا يا باشمهندس هخش على الايكونز اللي موجوده في الفونت اوسم وابتدي مثلا اسرش على مثلا ايكون اسمها ارو مثلا. تمام. وعاوزك وانت بتسرش على الايكون، شايف بسم الله ما شاء الله كميه البرو اللي موجوده قدامي دي. البرو دي يا جماعه بيكون باشتراكات. طيب انا عشان اتفادى البرو ديت وان انا اخد مثلا ايكون وتطلع مش شغاله عندي والكلام ده، فانا هاجي اختار فري، بعمل فلتر هنا بختار فري. ده كده كل الايكونز الفري بتاعتي. طيب هبتدي يا باشمهندس اخد مثلا وليكن الايقونه دي كده بضغط عليها وبعد كده بضغط على الكود ده بيقول لك كوبيد كده، انت خدت كوبي، شكرا. تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس انت عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز جوه البوتون هنا يا جماعه احط مثلا الايقونه دي. تعال بقى نشوف هو دي ايه يا باشمهندس. تمام. خلونا مثلا نيجي هنا نعمل ريموت. تمام. طيب بص يا باشمهندس هتلاقي في عندي ايكون بالشكل اللي انت شايفه ده. تعالوا نديله ستايل، ادي الكلاس، واقول له هنا مثلا بي تي ان، وهاجي هنا في السي اس اس يا شباب اقول له ايه؟ دوت بي تي ان، دوت بي تي ان. هقول له مثلا ويتس 100 بكسل، هايت
100 بكسل، وهقول له بوردر راديوس 50%، بحيث ان هو ايه يبقى شكله دائري كده معايا زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده. تمام. طبعا يا جماعه يعني 100 بكسل بصراحه كبيره جدا، احنا هنخليها 50 بكسل بس. تمام بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب ده كده يا جماعه زرار اهو عادي جدا زي ما احنا ما شايفين. طب باشمهندس احنا ممكن برضو بنعمل ايه بحاجه زي كده؟ تعال مثلا نخش على موقع زي تارجت لاينز مثلا. تمام. انا برضو عايز اشرح لك احنا هو ايه الزرار اللي انت عملته ده يا باشمهندس. شايفين يا جماعه مثلا حاجه زي الواتساب دي؟ تمام. دي ثابته معايا مهما بطلع وبنزل في الصفحه. طب خليني انزل كده، بص كده يا باشمهندس هنا كده ايه اللي هيظهر معايا؟ طيب المفروض ان في زرار هنا طبعا بضغط عليه بيطلعني لفوق، بس واضح ان الموقع فيه مشكله. طيب ما علينا. بس خلينا برضو ناخد الواتساب برضو مثال. يعني هو في الاول وفي الاخر انا عايز اوريك ان بوزيشن فيكسد بيعمل ايه. ان انت ممكن تخلي حاجه زي كده يا جماعه معاك ثابته في الموقع كله. تمام. طيب باشمهندس تعال مثلا نخش على موقع زي باريس برفيوم، والله ما عارف هيكون في حاجه ولا لا بالشكل ده. تمام. انا بس عايز اديك برضو مثال اهو. شايفين مثلا ده نفس النظام هنا، الواتساب اهو يا جماعه ثابت معايا مهما بطلع وبنزل. وده الزرار اللي انا بكلمكم عليه، ان انا مثلا لو طلعت فوق 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 الزرار اصلا مش موجود. تمام. ما مجرد ما تنزل شويه الزرار ده موجود. ليه الزرار ده بقى يا جماعه؟ عشان لما تنزل كده مثلا وانت هنا عايز تضغط وتطلع فوق هيقوم جاي مطلعك فوق زي ما احنا شايفين. طبعا فكره انك انت تضغط على الزرار ويطلعك فوق زي ما احنا ما شفنا دي يا جماعه جافا سكريبت، دي احنا لسه ما يعني ربنا يعيننا ونوصل لها ان شاء الله. تمام. لكن فكره ان الزرار نفسه سواء كان الواتساب او سواء كان الزرار اللي بضغط عليه بيطلعني لفوق، ده يا جماعه شغل HTML CSS عشان يبقى ثابت زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده. طب باشمهندس ده بيثبت ازاي بقى معايا؟ عن طريق حاجه اسمها بوزيشن فيكسد. تمام. طيب تعال يا باشمهندس نسيف، وتعالوا هنا نعمل ايه؟ نعمل ريلود. تمام. بص كده الزرار بتاعه. طب انا دلوقتي يا باشمهندس ما عنديش سكرول اصلا في الصفحه. طب ما تيجي يا باشمهندس نعمل بس سكرول كده مؤقتا في الصفحه. هاجي بس انا هنا هقول له بادي، هقول له هنا كده بادي، هيكون الهايت بتاعي 3000 بكسل مثلا. تمام. طيب تعال نسيف. تمام بالشكل ده. بص لما اجي اعمل سكرول يا جماعه الزرار بتاعي ثابت، الزرار بتاعي ما بيتحركش، الزرار بتاعي ولا كانه له دعوه بالقصص اللي بتحصل دي كلها. طب انا يا باشمهندس مش عايز مكانه هنا، انا عاوز مكانه هنا زي ما حضرتك وريتني في المواقع دلوقتي الحقيقيه. اعمل ايه؟ بسيطه جدا. مش احنا خدنا يا جماعه ان البوزيشن بيتعامل مع الرايت والبوتوم والتوب والليفت؟ طب ما اجي اول حاجه انا عايزه في الرايت وليكن مثلا سي 40 بكسل كمثال يعني اهو بالشكل ده كده. شايفين 40 بكسل يا جماعه في الرايت. طب بالنسبه للبوتوم يا باشمهندس اهو ادي البوتوم، هقول له هنا يا جماعه البوتوم ده مثلا هقول له 35 بكسل كمثال يعني. تمام. بالشكل اللي احنا شايفينه ده اصبح الزرار دلوقتي يا باشمهندس معايا ثابت في المكان اللي انت فعلا وريته لنا يا باشمهندس في المواقع الحقيقيه دلوقتي. يعني احنا يا جماعه الكود اللي احنا بنكتبه دلوقتي ده شغل عملي فعلا. والله العظيم شغل عملي، وشغل انت تشتغل عليه في شركات، وشغل انت بتشتغل عليه فعلا في حاجات حقيقيه ومواقع حقيقيه. تمام. بس حته انك تضغط بقى يقوم جاي مطلعك لفوق ده يا جماعه شغل جيكويري وجافا سكريبت والكلام الجميل ده كله. تمام. طبعا وقت ما هنخش في الكلام ده هنظبط الدنيا دي كلها. طيب طب انا يا باشمهندس فهمت البوزيشن فيكسد بيتعمل بيه، وعايز اقول لك على حاجه بقى جميله جدا. ان البوزيشن فيكسد كمان فاكرين فاكرين الجزئيه دي بنشوف في مواقع كتير. طب وليه ما احنا كده 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 ممكن نجيب موقع حقيقي برضه اهو تارجت لاينز مثلا. تمام. انزل تحت كده يا باشمهندس. ماشي هما مش فاعلين الخاصيه دي في الموقع ده. تمام. طب احنا ممكن نجيب باريس برفيوم. تمام. طيب اهو شايفين يا جماعه الحته دي؟ بص كده يا باشمهندس الناف بار بتاعي واللينكات اطلع فوق كده. بص ده اللينكات بتاعتي يا جماعه صح؟ طب تعال ننزل يا باشمهندس كده الناف بار بتاعي ثابت معايا. ما هو ده يا جماعه البوزيشن فيكسد. يعني انا يا باشمهندس اقدر اعمل الناف بار ده اهو زي ده كده ثابت. تقدر تعمل ده ثابت وتقدر تخليه زي ده بالظبط عن طريق يا جماعه الايه؟ البوزيشن فيكسد. تمام. طيب
تعالوا مثلا ممكن هنجرب طبعا عملي دلوقتي، لكن اللي يهمني ان انت بس تكون فاهم الفكره. تمام، انا بس بخلي ده بوزيشن فيكسد ويتس 100%، لان طبعا يا جماعه البوزيشن ما بيعترفش بالويتس انت ما كانش موجود. تمام، لان احنا في اغلب الحالات بنقول ايه يا جماعه، بنقول ان الويتس لو انت ما حطيتوش بيبقى 100%، فبالتالي احنا ما بنحطوش، لان كده احنا ممكن نكون عايزين الاليمنت 100%. لكن اذا تم وضع بوزيشن مع حاجه انت مش حاطط لها ويتس مش هتعترف بيها، لازم يكون في ويتس في الموضوع. طيب كلام جميل قوي. انا دلوقتي يا باشمهندس خلاص فهمت يعني ايه بوزيشن فيكسد. طيب تعالى يا باشمهندس نعمل حاجه جميله جدا جدا جدا. تعال مثلا انا هعمل وليكن مثلا بوتون زي ده. تمام، البوتون ده يا جماعه هيكون مثلا جواه، هيكون مثلا جواه ايقونه انكارت. ركز كده بس مع بعض في المثال ده عشان ده مثال مهم جدا. انا البوتون بتاعي ده هيكون جواه ايقونه اسمها كارت، اللي هي بتاعت السله يا جماعه، اللي هي بتاعت سله المشتريات. حلو الكلام ده. طيب انا مثلا هاخد السله دي مثلا، ادي كوبي يا جماعه، وارميها فين؟ في البوتون ده. طب تعالى يا باشمهندس كده نسيف وتعالى نشوف اهو. ده يا جماعه البوتون بتاعي. خلينا بس ايه عشان بس نظهره كده مع بعض. انا هاجي اديله كلاس هسميه كارت. تمام، وهاجي هنا في السي اس اس هقول له ايه؟ دوت كارت. تعال نخليه ويتس 100%، او سوري ويتس 50 بكسل وهايت 50 بكسل بالشكل ده كده. وهديله بس مارجن 40 بكسل، بحيث بس يكون ايه بعيد شويه بس كده، ونشوف ان هو ده يا جماعه. شايفينه ان هو ده يا باشمهندس؟ طيب انا ممكن اجي يا جماعه بكل بساطه هنا اكبر الفونت اللي جواه. طبعا ممكن اجي اكبر الفونت اللي جواه. ازاي يا باشمهندس؟ الفونت ده يا جماعه لما كنا بنشرح الفونت اوسم قلنا ان هي بتتعامل معامله التكست بالظبط. يعني ممكن اجي اقول له فونت سايز مثلا وليكن 20 بكسل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام، او 30 بكسل. حلو الكلام ده. طيب كلام جميل جدا. وهقوم هنا كمان التكست اونلاين سنتر. تمام، واللاين هايت 50 بكسل عشان يا جماعه تتسنتر في نص الايه الزرار بالظبط. طيب تعالى يا باشمهندس ناخد الكلام ده. انا الكلام ده يا جماعه بتكلم فيه على ايه؟ عن اي. ركز معايا. فانا هاجي اقول هنا يا باشمهندس دوت كارت الاي اللي جواك خليها تاخد الايه الخواص دي. تعال نسيف كده ونعمل ريموت زي الفل اهيت و10/10. طب باشمهندس انت عاوز تعمل ايه برضه هنا؟ ما ده يعني عادي جدا، انا شايف ان هي ما فيهاش اي حاجه مختلفه عن الزرار وجواه علامه الارو. هقول لك لا استنى بقى واتقل عليا قوي في الحته دي. انا هنا يا جماعه هاجي عند البوتون ده كده وهعمل جواه ديف بالشكل ده كده، واسميه مثلا هديله مثلا كلاس اسمه كاونتر. اسمه ايه يا جماعه؟ كاونتر. تمام بالشكل الجميل ده. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس هاجي جوه الكارت ده يا جماعه هقول له دوت كارت جواه حاجه اسمها كاونتر. خلينا بس اتاكد انا كتبت الكاونتر سمول ولا كابيتال. كتبتها سمول. تمام مفيش مشكله في الكلام ده. تمام، هقول له دوت كاونتر واقول له مثلا ويتس 20 بكسل. تمام، هايت 20 بكسل. تمام، وهاجي هنا مثلا هقول له هنا يا جماعه هقول له مثلا باك جراوند كلر اللون الاحمر. حلو الكلام. طيب تعالى يا باشمهندس نعمل ريموت. ادي يا جماعه ان ايه؟ ادي ان الكارت بتاعي. تمام، اللي هو الزرار ده. وادي الديف اللي جوه البوتون. تمام. طيب خليك انت بقى تعالى هنا. اول حاجه انا عاوز ادي بس بوردر راديوس 50%. تمام، بحيث يبقى دوريه، يبقى على شكل دائري، بما ان طبعا ان الويدث والهايت قد بعض. يعني يا باشمهندس رينجود بالشكل ده. وتعالى هنا حط مثلا جوه الدوريه ده يا جماعه هنحط مثلا وليكن سي اللي هو جوه الكاونتر اقصد يعني. هقول له مثلا اتش 6 بالشكل ده، واقول له مثلا هنا ايه 0 كمثال يعني. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب تعال بقى يا باشمهندس نعمل ايه؟ تعالى هنا عند الكاونتر دي كده مثلا واقول له تكست اونلاين سنتر. تمام، اللاين هايت هيكون على احنا كنا عملناه كام بكسل؟ 20 بكسل. لو انا جيت هنا وقلت له اللاين هايت على 20 بكسل، لا يا جماعه انا بكتب الكلام ده. بص كده ركز معايا كده هنا، لان شايفين يا جماعه رقم صفر دي فين؟ اول حاجه هي فوق، انا عايزها تيجي في النص يا شباب. تمام. طيب فانا هاجي هنا هقول له اللاين هايت
بتاعي على 20 بكسل بالشكل ده. شايف الصفر بقى في النص ازاي؟ وبعد كده اقول له هنا عندي ان الكلر بتاع ان التكست اللي جواك هيكون وايت، شباك 3 اف، وفونت سايز مثلا وليكن 16 بكسل. ممكن نكبر شويه مفيش مشاكل جدا بالشكل ده زي الفل قوي، و10 على 10. ناخد احنا بقى يا جماعه الخواص دي كلها. انا كل ده يا جماعه بكتب فين؟ بكتب في الديف اللي اسمه كاونتر. حلو الكلام قوي. فانا هاجي هنا عندي الكاونتر بتاعي اهوت، ارمي كل الخواص دي فيه علشان خاطر تتنفذ معايا باذن الله. اعمل ريلود تمام زي ما انا ما شايف. طب باشمهندس برضو انت عايز توصلنا لايه؟ عايز اقول لك يا باشمهندس بقى هنا يعني ايه بوزيشن ابسوليوت وبوزيشن ريلاتيف، واستخدمتهم انا في ايه. لو انا جيت دلوقتي يا جماعه قلت له انا بقى عايز ادي ان ده اهو بوزيشن ابسوليوت اهو، وهقول له ان التوب بتاعك بزيرو. حلو. تعال يا باشمهندس اعمل ريلود كده. باشمهندس هو راح فين الزرار اللي هو اللي فيه زيرو او الكاونتر بتاعي؟ اطلع فوق كده يا باشمهندس، اول حاجه فوق خالص. ليه؟ لانك انت يا باشمهندس ما سمحتش للاب بتاع الديف ده ان هو يقفل الباب بتاعه، انك انت تروح للاب وتديله بوزيشن ريلاتيف. انت اي نعم هتخلي ده في الوضع المطلق بس جوه البوتون، ما تخرجوش بره. فانا هاجي يا جماعه عند الكارت اللي هو البوتون اللي شايل الليله دي كلها، واقول له بوزيشن ريلاتيف. تمام. طيب تعالوا يا باشمهندس هنا نعمل ريلود عشان نشوف الفرق بتاعنا. بص هنا ايه اللي حصل. باشمهندس ده فعلا زي ما انت قلت اهوت رجع صفر زي ما كان. طب انا بقى اجي هنا يا باشمهندس بالانسبكت واظبط بقى الكلام الحلو ده. انا هاجي هنا الاول انا مدي لي ان عندنا هنا فين يا جماعه، ثانيه واحده، ادي كده الدوت كاونتر هنا البوزيشن ابسوليوت بالظبط. الكلام ده كلام جميل جدا. فانا هاجي هنا كده يا باشمهندس على الايه، على الكاونتر بتاعي اهو. تمام. طيب ادي الكاونتر بتاعي. انا هنا يا باشمهندس هقول له بوزيشن ابسوليوت، انا فعلا مديله بوزيشن ابسوليوت اهو، التوب بصفر. انا ممكن بقى اجي هنا سهم فوق كده سهم من تحت كده اظبط الدنيا. ممكن اجي اقول له مثلا هنا الليفت بتاعك بزيرو، وبعد كده اتحرك انا بقى بالسهم كده لفوق وتحت كده واظبط الدنيا بتاعتي، بحيث ان انا مثلا عايز اجيبها على ايه، على طرف الايد بتاعه السله مثلا. تمام بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. اخد بقى يا جماعه الخواص بتاعه التوب والليفت دي كده بالشكل ده كده، واجي هنا يا باشمهندس اقول له ايه زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده. تعال نعمل ريلود. ده كده يا جماعه لو انا جيت في موقع بريس برفيوم زي ما احنا شايفين يعني. تمام. بص كده يا باشمهندس علامه السله اهي، وادي الكاونتر بتاعتنا، وكذلك علامه الفيفورت المفضله، وادي الايكون بتاعتها. دي اتعملت ازاي هندسه بين بوزيشن ابسوليوت والبوزيشن ريلاتيف اهو بالشكل اللي احنا شفناه ده. يبقى احنا كده يا جماعه بنشرح حاجات فعلا موجوده في مواقع حقيقيه، ولا احنا بنشرح اي كلام وخلاص؟ تمام. ما احناش احنا في اداب مساحه مثلا يتشرح لك حاجه وتنزل ارض الواقع تلاقي حاجه تانية. لا احنا لازم نشرح. ومعلش سامحوني الناس اللي في اداب يعني، انا اسف والله بس هي جيت كده على لساني، لان واحد صاحبي كان في اداب مساحه وكان بيحكي لي نفس القصص دي كلها. فيا جماعه احنا بنشرح حاجات فعليه وعمليه موجوده في مشاريع وفي مواقع، انت لو سرشت عليها هتلاقيها. ممكن ابعت لكم لينك حتى تفتحوه من عندكم. تمام. طيب ده كده يا جماعه البوزيشن ريلاتيف والبوزيشن ابسوليوت. طيب كلام حلو قوي. انا هنا يا باشمهندس دلوقتي قلنا ان احنا هنتكلم على الانيميشن. تمام. وعلى حاجه اسمها ترانسفورم. احنا ممكن على فكره اقول لك على حاجه، احنا ممكن يعني لو تحبوا ان ممكن نعمل فوت كده سريع واحنا في المحاضره، ان احنا نخلي الانيميشن محاضره لوحده كده ونظبط بيه الدنيا. بس النهارده هناخد الترانسفورم سكيل وترانسليت وروتيت وناخد عليها مثال عملي. تمام. ونخلي الانيميشن لوحده عشان ايه برضه وقتكم وامتحاناتكم وربنا يعينكم، عشان تعرفوا بس ان انا ما بظلمش حد وان انا معاكم. تمام. انا مش ضدكم والله، احنا اخوات يعني انتوا عارفين. طيب انا هنا يا باشمهندس دلوقتي تمام قلنا ان انا هتكلم عن حاجه اسمها ترانسفورم. طيب تعالى يا باشمهندس اعمل معايا كده دفايه جميله. تمام. هديله كلاس اسمه وليكن مثلا تي ار بالشكل ده كده. تمام. طيب جيت انا يا باشمهندس في السي اس اس قلت له دوت تي ار ويتس وليكن مثلا 200 بكسل، وهايت 200 بكسل،
والباك جراوند بتاعتي هتكون ريد. تمام بالشكل ده كده. وهنيجي هنا يا جماعه نديله مارجن وليكن مثلا 200 بكسل برضه، بحيث بس ايه الدنيا بس تكون واضحه معانا كده ومتشافه يعني. طيب انا دلوقتي يا جماعه عاوز اتكلم معاك بقى في حاجه اسمها ترانسفورم. ركز بقى في الحته دي قوي. ترانسفورم. طيب الترانسفورم يا جماعه بياخد مني حاجات مهمه، انا شغال عليها وبستخدمها وبتعمل معايا حاجات حلوه قوي في الموقع. اول حاجه عندي حاجه اسمها السكيل. تمام وقمت قايل له السكيل واحد. طيب تعالى يا باشمهندس نعمل ريلود. هل في حاجه حصلت ولا اي اندهاش ولا اي حاجه؟ تمام. لا يا باشمهندس، بكل بساطه يا جماعه هو السكيل بتاع الاليمنت بتاعي هو باي ديفولت واحد. تمام هو باي ديفولت واحد. فلما تيجي مثلا تقول له هنا ايه، والله انت الويدث بتاعك كام؟ 200 بكسل، والهايت بتاعك كام؟ 200 بكسل، اضربهم في واحد وحط لي القيم دي. طب ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ اللي هيحصل بكل بساطه ان ده ب 200 وده ب 200، ما هو ايه المشكله؟ طب لو قلت له واحد ونص ايه اللي حصل؟ فانا بقول له اضرب الويدث في مره ونص في نفسه، واضرب الهايت مره ونص. طب تعالى يا باشمهندس كده قول لي هنا ايه رينوت. بص بقى كده ايه اللي هيحصل للاليمنت ده. اعمل رينوت كده هندسه. ايه اللي حصل؟ كبر مره ونص من الهايت ومره ونص فينا يا جماعه من الويتس. تمام. طب لو انا جيت يا باشمهندس قلت له انا عاوز السكين بتاعي ده باربعه، يعني هيضرب يا باشمهندس الهايت 4 مرات والويتس 4 مرات. شايف بقى شكله عامل ازاي يا جماعه؟ تمام. فطبعا حجمه بقى ضخم جدا. فانا هاجي اقول له مثلا هنا طب اضربهم لي في 2. فالويتس يا جماعه او سوري في السكيل. عارف انت لما بتيجي مثلا عند حاجه صغيره وبتجيب عدسه مكبره كده وبتعمل عليها كده، بتزوم عليها كده بالعدسه المكبره، ايه اللي بيحصل؟ تحس ان هي بتكبر ناحيتك كده. هو ده يا جماعه اللي بيعمله السكيل. طب انا يا باشمهندس عايز اشوف ده عمليا قدام عيني. حلو قوي الكلام ده. ما تيجي نقول يا جماعه دوت تي ار. بعد كده بقول له هنا هافر. لما اعمل عليك هافر بالماوس خلي الترانسفورم سكيل بتاعك ب2. حلو الكلام ده. تعال يا باشمهندس اعمل هافر كده. بص شايف ايه اللي بيحصل هنا؟ بيكبر معايا زي ما انتم ما شايفين بالشكل ده. طيب بالمره بقى انا عندي حاجه اسمها ترانزيشن. عندي حاجه اسمها ايه يا باشمهندس؟ ترانزيشن. يعني ايه يا باشمهندس ترانزيشن؟ ترانزيشن يا جماعه بتاخد مني قيمه بالثانيه، بمعنى ان انا ممكن اقول له مثلا نص ثانيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتقول لي هنا ايه؟ اكبر مره كمان عن او اضرب الويدث والهايت كل واحد مرتين. هقول لك ماشي كلام جميل جدا. انا عشان اكبر بقى انا هكبر بس على نص ثانيه، مش هطلع مره واحده. طب تعال بس كده نسيب وقبل ما نعمل ريموت. شايف هنا بيطلع مره واحده ازاي؟ طيب انا بقى بص ان الاكشن اللي بيحصل ده، الاكشن اللي بيحصل ده ده هيحصل على نص ثانيه. حلو الكلام. طب تعال يا باشمهندس نعمل ريموت. بص كده وتعال نشوف. شايف كده هنا ايه اللي حصل؟ ما طلعش مره واحده اهو زي ما كان بيطلع. تمام. طب باشمهندس الموضوع مش واضح عندي قوي، ممكن توضحه؟ هقول لك سهله. تعال نخليها ثانيتين. تمام. اعمل ريموت. اعمل كده هافر. شايف بيطلع بنعومه سموثلي، بيطلع بنعومه وبيطلع بترانزيشن معين. حلو الكلام ده يا جماعه. طيب ده كده يا باشمهندس الترانزيشن. طبعا احنا ممكن نخليه 1 ثانية بس بدل نص وبدل 2. طيب انا طبعا ممكن اقول له 1 بوينت نص. ممكن اخد بالك بقى 1.1 ب1.2 1.3 والكلام الجميل ده كله. بص زي ما احنا يا جماعه ما عملنا هنا، عملناه 1.1. شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه ده؟ تمام. ده كده يا شباب 1.1. طيب ده كده يا شباب برضو السكيل. طيب تعال يا باشمهندس وقف بس كده دي مؤقتا وتعال نتكلم عن الترانسفورم. عن الترانسفورم روتيت. تمام. وقلت له والله ترانسفورم روتيت 20 دي اي جي. يعني ايه يا باشمهندس 20 دي اي جي؟ دي اي جي يا جماعه اختصار كلمه ديجري، يعني من الاخر كده زاويه 20. تمام. طيب تعال يا باشمهندس كده مثلا نقول له ايه ريلود. بص كده يا باشمهندس هنا ايه اللي حصل؟ تمام. طب لو قلنا له زاويه 90، زاويه 90
اعمل كده يا باشمهندس رينود. ايه اللي حصل؟ تمام، هو بيروح ل 90 درجه، يعني ما هو بيلف 90 درجه، ما هو هيوصل لنفس النتيجه ان هو ايه، ان هو برضه المربع بتاعي. تمام، طب خليه مثلا 50. شايف؟ بقت شبه اليابانيه. اكيد احمد سامي عارف اليابانيه وباتستوتا والحاجات تمام. طيب انا دلوقتي وليكن سين انا عايز الفها 360 درجه. ايه اللي هيحصل يا هندسه؟ اعمل كده رينود ولا اي حاجه، لا، هي بتلف فعلا 360 درجه، لكن انت مش هتلاحظ ده لان ال 360 درجه ما في الاخر يا جماعه بتوصل لوضعها برضه. طب انا يا باشمهندس عايز الاحظ ده، معلش، طب ما تيجي كده بقى نعمل هافر عليها ويبقى فيها الترانزيشن، ان الترانسفورم روتيت بتاعي هيكون هنا يا جماعه ايه، هيكون 360 درجه. طب تعالى يا باشمهندس كده بص كده، اعمل كده هافر، شايف هنا كده ايه اللي حصل بالشكل ده. تمام، فانا قدرت يا جماعه ان انا برضو اعمل ترانزيشن على الروتيت. تمام. طيب كلام حلو قوي قوي قوي. طب انا يا باشمهندس دلوقتي عرفت يعني ايه سكين، وممكن لما اعمل هافر للاليمنت يبقى فيه سكين. تمام، وخد بالك انا ممكن برضو لما اجي اعمل للهافر، يعني لو انا مثلا خدت الكود ده كده كوبي، بص كده انا هاخد نفس الكود ده كده كوبي، وتعالوا نفتح يا جماعه صفحه الستايل بتاعتنا. انا كنت كاتب هنا ان لما اعمل هافر عن المنتجات، صح، يبقى فيها ايه، يبقى فيها سكيل، صح اهو، يبقى فيها سكيل. طب انا عايز لما اعمل هافر عن المنتجات يا باشمهندس، ماشي، يبقى الشادو ده فيها مفيش مشكله جدا، بس انا عايز بدل السكيل يبقى فيها روتيت. تمام. طيب وعلى 1 ثانيه، طب ما تيجي نجرب كده يا جماعه. تمام، بص كده يا باشمهندس، فانا قدرت برضو ان انا اعمل حاجه زي كده يا شباب. فين؟ قدرت نعمل حاجه زي كده على منتجات. تمام. طب انا يا باشمهندس عندي حاجه اسمها، معلش بقى، روتيت اكس، عندي حاجه اسمها روتيت اكس. تمام، فين يا عم روتيت اكس اهي. تمام، وجيت انا يا باشمهندس قلت له والله انا عاوز الروتيت اكس بتاعي، تمام، هيكون 360 درجه دي اي جي. حلو الكلام ده. طيب تعال نسيف يا جماعه وتعال نعمل رينجود وتعال نشوف ايه ال 360 ده. بص كده ايه اللي بيحصل، بيلف يا جماعه على محور اكس كانك ماسك بقره كده وبتلف عليها. تمام، شايف الشكل ده؟ ده يا شباب 360 درجه اكس. عندي هنا الواي بقى، الواي بقى يا جماعه اللي هو بالشكل الايه، على محور واي زي ما احنا ما شايفين بالشكل ده كده يا شباب. تمام، فانا اقدر اخلي الروتيت دائري. تمام، اقدر اخلي الروتيت على محور اكس واقدر اخلي الروتيت على محور واي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. تمام. طيب اخر حاجه يا شباب هنتكلم عنها النهارده، هنتكلم عن حاجه اسمها ترانسليت. طيب يعني ايه يا باشمهندس ترانسليت؟ خلينا ناخد نفس المثال برضو بتاع التي ار، مفيش مشكله جدا، وهاجي جوه التي ار دي هعمل ديف. الديف ده يا جماعه هديله كلاس، وطبعا انا مش هينفع يبقى ما عنديش دم. انا عارف ان لو اديت لحد تاسك بس مش هدي، لا لا مش هدي تاسك، لا مش هدي تاسك، بس بالله عليكم هي كده المحاضره متسجله. انا بس اللي يهمني ان انتوا تكونوا فاهمين الفكره. تمام، علشان خاطر لما تيجوا تطبقوا عملي تبقى انتوا فاهمين الدنيا دي ماشيه ازاي. انا هاجي اقوم بكل بساطه يا باشمهندس كده التي ار هديله كلاس هسميه مثلا سي سي، لا بلاش سي سي، دي دي. تمام، وتعالى يا باشمهندس هنا المحاضرة تترفع على اليوتيوب، لا لا المحاضرة بقى عنكو ممكن اضغطها وابعتها لكم، ممكن اضغطها وابعتها لكم. تمام، ممكن اضغطها وابعتها لكم يبقى حل افضل يعني، لان انا مش هضمن نفسي بصراحة ان انا ارفع على اليوتيوب. وممكن ارفعها على اليوتيوب والله ما عارف يعني، لسه هنشوف، لسه هشوف، بس هي كده يا كده. طيب انا دلوقتي هقول يا جماعة بكل بساطة هقول له كلاس دي دي. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده جوه التي ار ده يا شباب هاجي هنا بقى في سي اس اس هقول له والله انت عندك دوت تي ار دوت دي دي بالشكل الجميل ده. تمام. طيب دلوقتي انا عايز اخلي الدي دي مثلا ليها ويتس معين، انا اخلي الويتس 100%، انا اخلي الويتس 100% بحيث ان هي تكون 200 بكسل فعلا، واخلي الهايت 100%، واخلي الهايت 100%. تمام، واخلي الباك جراوند بتاعتها، الباك جراوند كلر تكون مثلا لون زي ايه، مثلا تعال نجيب اللون اللي احنا كنا جايبينه من شويه،
اللي هو اللون ده بالشكل ده كده. تمام، تعال نسيف بس ونشوف الوضع عندنا يبقى عامل ازاي. زي ما احنا ما شايفين يا جماعه بالشكل ده. وخلينا بس معلش نوقف الهوفر بتاعنا. تمام، بالشكل ده كده يا شباب. تمام، انا عندي حاجه اسمها، خد بالك بقى، لان هو دلوقتي الديفن الدي دي ده جوه التي ار، فطبعا واخد ويتس 100% وهايت 100%، فهو واخد الحيز كله. طب انا عندي يا شباب حاجه اسمها ترانسفورم. احنا خدنا الترانسفورم يا جماعه، خدنا فيها السكيل وخدنا فيها الروتيت. تمام، طيب عندي بقى حاجه اسمها ترانسليت اكس وترانسليت واي. تمام، طيب تعال نشوف الترانسليت اكس كده ونقول له مثلا 50 بكسل. تمام، تعال نعمل كده ريلود. ايه اللي حصل يا باشمهندس هنا؟ اللي حصل يا جماعه ان في ترانسليت اكس حصل على محور اكس بمقدار 50 بكسل، كانك بالظبط جيت قلت له يا جماعه ايه، مارجن ليفت. حلو الكلام. طب لو انا يا باشمهندس جيت قلت له هنا والله انا عاوزها بالسالب، سالب 50 بكسل، بص كده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي هيروح معاك من الناحيه التانيه كانها مارجن رايت. طيب ده يا جماعه الاكس. طب بالنسبه للواي، بص كده ايه اللي هيحصل؟ الواي انا لما قلت له سالب 50 بكسل، بص كده طلع لفوق بالشكل ده. طب لما اجي اقول له يا باشمهندس 50 بكسل، خلاص هو الناحيه التانيه هينزل على الناحيه التانيه بالشكل ده. طيب انا بقى عايز اقول 50 بكسل، لا 60 بكسل، لا 80 بكسل، المهم ان هو يعدي ايه يا جماعه، يعدي الديفن ايه، التي ار بتاعي. طب ما انا بكل بساطه يا جماعه بدل ما اتعب نفسي اقول له 100%. يعني ايه يا جماعه 100%؟ يعني بص كده اخرج بره بنسبه 100%. تمام، طب خلينا نشتغل بس معلش على المحور اكس وهنرجع للمحور واي برضه بالشكل الجميل ده. تمام، طب انا يا باشمهندس دلوقتي عاوز اعمل حته حلوه قوي. مش الديف الاحمر ده يا جماعه، الديف الاخضر ده دلوقتي بقى براه، قول لي اه بقى براه صح. هاجي اقول له هنا بوزيشن، سوري، هاجي اقول له هنا اوفر فلو هيدن. اي حاجه براك اخفيها، اي حاجه براك اخفيها. تمام، طيب كلام حلو قوي 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 قوي. طيب ايه رايك بقى يا باشمهندس لما اجي اعمل هافر على التي ار دوت تي ار بالشكل ده كده، لما اجي اعمل عليكي هافر، بص كده الدوت دي دي اللي جواك هتكون ترانسفورم ترانسليت اكس بصفر. حلو، يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ تعال نشوف الاول. اعمل كده عليها هافر. بص كده يا جماعه ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا يا شباب ان الترانسفورم يا جماعه، ان الترانسليت اكس 100% او خلاص اوريدي 100%، وان الاوفر فلو هيدن خلاص هو خفاه لانه بقى بره الديف الاحمر، خلاص مفيش مشكله في الكلام ده. لكن لما اجي اعمل هافر على التي ار بقول له انت جواك حاجه اسمها دي دي، خلي الترانسليت اكس بتاعتها بصفر. طب بص كده يا باشمهندس معلش انا عايز اجي كده في الانسبكت بتاعي. تمام، وجيت انا الترانسليت 100% دي، بص كده قمت شايلها وقمت كاتب صفر. حلو، ايه اللي حصل؟ خلاص رجع لمكانه يا جماعه. فانا ده اللي بعمله لما بعمل هافر، بقوم من الاخر كده رجعه مكانه بالشكل ده. طب ايه رايك بقى يا هندسه لو قمت جاي حاطط مع الترانسفورم ديت قلت له ترانزيشن، سوري، ترانزيشن بالشكل ده، وقمت قايل له مثلا 1 ثانيه. بص بقى يا باشمهندس الشكل الجمالي اللي هيحصل دلوقتي لما اجي انا مثلا اقول له ريلود. بص كده هنا ايه اللي هيحصل؟ بص شايف كده بقى الديف بيطلع منها يا جماعه؟ بص كده شايف الديف بيطلع من الجنب ازاي؟ اه باشمهندس معلش هو ده ايه بقى ممكن استخدمه في ايه؟ طب بس خليني قبل ما اقول لك انا ممكن استخدمه في ايه. تمام، انا عندي برضو نفس النظام هنا الترانسليت واي. تمام، يعني من تحت لفوق او من فوق لتحت على حسب ما انت بتستخدم. هنا برضو اهو على حسب طبعا ما انت بتستخدم بالسالب ولا بالموجب. تمام، تعال يا باشمهندس كده بس نعمل رينوت. بص يا باشمهندس هنا ايه اللي بيحصل بالشكل ده. طب لو استخدمت يا جماعه بالسالب، سالب 100%، تمام، هيعكس معايا الموضوع. تمام، اعمل رينود بالشكل اللي انت شايفه ده. وعلى المحور الاخر برضو سالب 100%، بس على المحور اكس كانت الاول بتطلع من اليمين للشمال، دلوقتي احنا استخدمنا بالسالب هتطلع من الشمال لليمين على حسب ما انت عاوز. ده باشمهندس بنستخدمه في ايه؟ انا عايزك بقى تتخيل معايا لحد ما نطبق عملي. تمام، ولو انت فاضي ده لو يعني، او الناس بلاش انت، الناس اللي عندهم امتحانات، الناس اللي قاعده فاضيه وما عندهاش امتحانات تاخد التاسك ده. انا دلوقتي يا جماعه تخيل عشان بس ما عادش الا 6 دقايق والميتنج يفصل. الديف الاحمر ده يا شباب، الديف الاحمر ده مثلا صوره تيم.
تمام. انا عندي مثلا صوره جنب صوره جنب صوره، يعني ده واحد من افراد التيم وده واحد من افراد التيم. لما اجي اعمل هافر على صوره التيم ده، يطلع كده عندي ديف كده يكون واخد باك جراوند كده ار جي بي اي شفاف، وعليه مثلا هنا ايكون فيسبوك، ايكون يوتيوب، ايكون مثلا ايه انستجرام. اصبح ان الشخص بتاع التيم ده لما اعمل عليه هافر، دي الايقونات بتاعت السوشيال ميديا بتاعته، اجي عند واحد تاني اعمل عليه هافر تطلع بالشكل الجمالي ده، وادي الايكون تمام زي ما احنا واخدين بالنا. تمام، اعمل هافر يطلع الديف الجميل ده كده ويكون شفاف بحيث صورة التيم يظهر معايا، ويكون عليه يا جماعة فيسبوك مثلا، تويتر، انستجرام، بالشكل ده. طيب، ده يا جماعة كانت محاضرة النهاردة. مبقاش طبعا عليكم اكتر من كده عشان امتحاناتكم. تمام، ما كملناش ساعة على فكرة. تمام. احنا خدنا النهارده ايه سريعا؟ بوزيشن، ابسوليوت، ريلاتيف، فيكسد، خدنا ترانسفورم، سكيل، ترانسليت، روتيت، وخدنا كمان الترانزيشن اللي هي بتعمل لي الحاجه بتاعتي على تايمر معين. طيب، اخد الغياب بقى سريعا، اخد الغياب سريعا ونختم المحاضره ان شاء الله. تمام، انا بس هاجي هنا كده. بالشكل الجميل ده كده، ونقوم جايين هنا، بس مش عايز اسقط حد. احنا فينا بني ادمين. تمام. طيب، ده كده يا شباب كانت محاضرة النهاردة. شكرا جدا ليكم، وربنا يوفقكم ويعينكم. وان شاء الله ممكن بعد امتحاناتكم ان شاء الله يبقى. خضتني يا اخي، انا حاطط هاند فري في ودني. معاك يا هندسة.